الحافلات المغربية التي ستنقل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب، وبين الحافلات الجزائرية التي استخدمتها الجزائر في الشان. فهناك فرق واضح بين استقبال المغرب لفريق أوكلاند سيتي وبين استقبال الجزائر في الفرق المشاركة في الشان. فقد صرح أسطورة الكرة الجزائرية علي بن شيخ وأدلى بتصريحات للإذاعة الجزائرية وقال: لقد خجلت من نفسي عندما شاهدت الحافلات المغربية الناقلة لفريق أوكلاند سيتي المشارك في كأس العالم للأندية، وبين حافلات السجون التي خصصتها الجزائر خصيصا للفرق المشاركة في الشان. فهناك فارق شاسع بيننا وبين المغرب، فالمغرب تواكب الحدث وتواكب العصر، بينما الجزائر كأنها تعيش في العصور الوسطى. فنحن متأخرون عن المغرب ما يقرب عن 50 عاما في كل شيء، حتى